الاداره ديال النادي فينيرباتشي شدات البرتغالي قالت له ودي انت جبتي هذا اللاعب، انت اللي رغمتينا نشريو اغلى عقد في تاريخ النادي بالقيمه ديال 23 او 24 مليار، جانا عرض من نادي النصر ب 38 مليار وصل 39 مليار ما بعناش، اليوم راهنتي عليه ما دينا والو دونك خصنا نبيعوه. النصيري في النصر هي بدايه نهايه النصيري مع الفريق الوطني. انا كنتمنى الصادق ان لا يسقط يوسف النصيري في فخ الاغراء ديال بيترودولو، كنبقاو دائما مع المركز ديال المهاجمين ديال رؤوس الحربه، لان اللاعب اللي غنهضروا عليه اليوم ماشي راس حربه تقليدي. الامر يتعلق بيوسف النصيري، كنلقى الجمهور كيغفل شويه على النصيري عاوتاني وكيرجع ينتقدو. يوسف النصيري كان عنده واحد البوابه يرد بها على المنتقدين ديالو، ماشي مع الفريق الوطني، ارقامه مع الفريق الوطني تبقى الى حد ما 20 هدف 8 ماتش، ولكن غنعطيكم واحد الجرب ديال اللعابه، لان اليوم غنتحدث على النصيري داخل فينيرباتشي. فين كان تيرد النصيري على النقاد او المنتقدين؟ كان تيرد عبر البوابه ديال النادي، كينتقدو كيرد عليهم كيماركي، دار سيزون كبير. مؤخرا مر واحد الفتره ديال الاهتزاز، الحديث على ان جوزي مورينيو اجتمع وياه في الغرفه المظلمه المغلقه. وسائل الاعلام التركيه المقربون من المدرب البرتغالي كشفوا ما يعرف ب يعني مخلفات هذا الخارجه، وانه بلغوا يا تبين لي في هذا الشيء اللي بقى في هذه البطوله التركيه اللي صعيب جدا على نادي فينيرباتشي توج امام غالاتا ساراي، خرجوا من المولد بلا حمص كما يقولون على الصعيد الاوروبي امام غلاسكو، او انه غينفتح على البيع ديالو. مساله جوج، هو الاداره ديال نادي فينيرباتشي شدات البرتغالي قالت له ودي انت جبتي هذا اللاعب، انت اللي رغمتينا نشريو اغلى عقد في تاريخ النادي بالقيمه ديال 23 او 24 مليار، جانا عرض من نادي النصر ب 38 مليار وصل 39 مليار ما بعناش، اليوم راهنتي عليه ما دينا والو دونك خصنا نبيعوه. السي نصيري تراجع من بعد المباراه ديال اليوروبا ليغ حتى تما يعتبر واحد الانعطاف. دابا اش بغينا نضربوا بهذا الشيء هنايا، حنا من اطار هذه المقارنه وهذه الارقام كانت هي السبب ديال ان جوزي مورينيو شدو. كاينين جوج مدربين، كان داك لوبيتيغي اللي كان داك مينديليبار اللي مشى اللي كيدرب حاليا الكعبي على ما كنعتقد، كان المدرب كيكو فلوريس اللي شد النصيري داك ديال لاكلاص وضربها اللي كديروا اللعابه اللي كيديروا فيها الكمادات وضربها. ولكن دائما كيجيو هاد المدربين وكيقولوا النصيري لاعب كبير ولاعب اللي عنده بلاصتو، واش كيجاملوه؟ مستحيل، لان السي يوسف النصيري تعرض للتنمر، حنا كنرفضوه داخل تركيا من واحد الفئه متعصبه ديال الزولترا او المناصرون ديال فينيرباتشي، وبعض المواقع ووسائل الاعلام اللي قالت لك ما يمكنش مغربي ب 23 مليار جا شكون اللي غيكون. فمنين راهن عليه مورينيو وحمر ليه الوجه ديالو وصعد واحد الصعود تاريخي كبير، نافس على الهداف ديال البطوله التركيه، ماركا في الكاس على الصعيد الاوروبي بخير وعلى خير مع الكعبي ومع ايغامان ماركيو. ولكن مؤخرا يوقع العكس وغينظهر، فغتثير وسائل الصحف البرتغاليه والتركيه، البرتغاليه المقربين من جوزي مورينيو اللي عنده كيسرب الخبيرات اللي كيبغي يوصلها للاعلام، لان مورينيو الملك ديال الكومينيكاسيون ديال الشو، كيبغي يوصل شي حوايج كيعرف كيفاش يوصلوا. التواركه قال له سي مورينيو هذا اللاعب جبتيه لنا ب 23 مليار وبغيتيه وراهنتي عليه، اولا جا عرض 38 مليار ما بغيتيش يبيعو، ثانيا اليوم ما دينا به لا بطوله لا كاس لا على الصعيد الاوروبي، اذا خصنا نفتحوا على البيع ديالو. لذلك اليوم هناك ما كاينش شي واحد كيقولوا بان الارسنال صعيب جدا، مانشستر يونايتد مقبوله بالحضور ديال مانشستر، داك هويلاند اللي جابوا ب 80 مليار باتلانتا، انا كنظن كنت داو النصيري قل منه كان يعطي مردود، خاصه وان اولترافورد قلعه الاحلام مانشستر الجماهير ديالها ما غتنساش طلعه اللي طلع يوسف النصيري حدا ماغواير وحدا كاسيميرو علق البيت هليكوبتر، الطريقه ديال البيت اللي كان ماركا على مانشستر في اليوروبا ليغ بقات عالقه في الذاكره ديال الجماهير، لا في اشبيليه في سيخوان ولا، بالتالي كيحفظوه وبالتالي كنظن ينجح. ولكن واش يقدروا يدفعوا فيه 38 مليار؟ كيرجعوا اليوم تيقولوا بان نادي فينيرباتشي من ملي خدا اللاعب اللي خدا البرازيلي اللي كان تيلعب طاليسكا ولا سميتو ياك اللي خداوه من نادي النصر، باقيين مصرين بعد الفشل ديال نادي النصر اللي كيسميوه النادي المنحوس في الكاس ديال النخبه الاسيويه، تيقلبوا على طونديم اللي ما نجحش ساديو ماني باش يديروا مع اللاعب كريستيانو رونالدو، كيشوفوا شكون اللي غيكملوا على صعيد الكرات. بيولي المدرب ديال الميلانو القديم باقي كيأكد على ان اللاعب اللي ولدنا يوسف النصيري مطلوب. جوزي مورينيو اليوم منفتح على البيع، مورينيو دارها ماشي دارها مع اللاعب. كنظن خرج كثير من اللاعبين كانوا خرجوا، ايغوين ريال مدريد، وقت الوقيته موراتا، معروف بانه كيصبر، وهذا مورينيو هذا عنده واحد الكاركتر شحال راه عنده الشوفه ديال المدرب داهيه. ولكن ملي كتشوفوا بانه ما امنش بمحمد صلاح اللي كان جا واحد الوقيته لتشيلسي وما خداش، وملي كتشوفوا ما امنش بكيفن دي براون، كتقول بانه راه كيزلق بعض المرات كيمشي غلط. وبالتالي اليوم هو راهن على يوسف النصيري وكيشوف بان الرهان ديالو ما عطاش داكشي اللي واش الحب غيحيد ليه لا، واش الدفء لا. وسائل الاعلام التركيه اكدت بانه منين اجتمع بيوسف النصيري عطى خيار، واش تكمل معنا وتبرز بانك قادر تعطي وترجع للتهديف ديالك، ومع ذلك المصير ديال التتويج المحلي ديال غالاتا ساراي ماشي في الدين مورينيو ولا النصيري ولا فينيرباتشي، او انك تقدر تتباع، وبالتالي كيتحاور معاه شنو هي الوجهه. انا كنتمنى صادق ان لا يسقط يوسف النصيري في فخ الاغراء ديال بيترودولور،
لانه يوسف النصيري دار كلشي في الكره، لعب جوج ديال لي كوب دي موند وغيمشي لثالث ميريكان وغيلعب 5 كؤوس افريقي، باقي صغير، باقي يلعب كاس العالم ديال 30 نصيري الا كتب الله وباقي يلعب. ما نبغيش شي واحد يعلق لي ويقول لي ودي راه من لينا، انا كنقول لك بالكره وعلى عامل السين. يجي ناخب اخر، يجي اسبانيوني، يجي طالياني، يجي فرنساوي، شغلهم هذاك. انا كنقول على حساب المعطيات الرقميه. ولكن النصيري الا مشى للخليج، وكنسمع اليوم الكعبي باغي العين، يولي عندنا الكعبي والرحيمي في العين، يولي عندنا النصيري في النصر، راه مشكله. اذا النصيري في النصر انا كتمثل ليا نقطه التحول غتكون يعني ديال الاختيار اللي اختار ياسين بونو ملي ترك بشبيليه ومشى لنادي الهلال السعودي. القابصه الباتري بقى عامر عام واحد شتو شنو وقع لياسين بونو، حتى الصحافه حتى الاعلام حتى المنتديات ما رحموش. بالتالي الاختيار ديال يوسف النصيري لا تبع الاحتراف ديال البترو دولار فغتكون نقطه تحول كبيره في المسار ديالو. هنا واش غندموا؟ اكيد لا، لان الفريق الوطني اليوم عنده مهاجمين كبار كنشوفهم في المنتخب ديال اقل من 20 وديال 17 عام، ومازال ما شفناش الوزاني ديال براغا، ومازال ما شفناش حمزه إيكامان، ومازال ما شفناش مروان سندي اللي درت لكم حلقه عليه. المجال كبير. اليوم كتشوفوا لاعب مشى للخارج سهله، كنا كنشوفوا واحد الوقيته راس حربه، شكون اللي كان تيقول طريقه السيودالي رغم انه تصاب في الليغامون غيسالي كيلعب اليوم في خرفكان ولا شي نادي في الامارات، شيء غريب جدا. الاساس ديال الحلقه الخوت هو انه من بعد واحد السياقات اللي كنا اشدنا بيوسف النصيري والصمود ديالو والتوهج ديالو مع نادي فينيرباتشي اللي وقع على واحد من افضل المواسم وكان في طريق سيار باش يحقق الرقم ويتجاوز الرقم ديال 39 هدف، فحتى له انتكاسه في طرح الساسه. انا اللي كنتمنى هو ما يكونش عندنا انعكاس لبدايه الموسم المقبل والانعكاس على الفريق الوطني. غتقول لي بحالاش؟ غنقول لك مادام هو لاعب مفضل للركراكي فنتمنى النصيري يلقى الاختيار الصائب اللي من خلاله يفيد راسو ويفيد الفريق الوطني. الخلاصه غنديروا على طريق واحد المعادله فيها شويه السجع. النصيري في النصر هي بدايه نهايه النصيري مع الفريق الوطني في تقديري الشخصي المتواضع، الا كانت عند الركراكي معايير اخرى للاختيار. الى اللقاء في حلقه مقبله بمشيئه الله تعالى.